مع احمد صديق على طول الكره مع شادي محمد في نص ملعب الدراويش، يلعب لمهاب السعيد، مهاب سعيد يسلم تاني عند احمد سمير فرج، طويله على طول لشادي محمد، ولسه بقى بدانا نشوف حماس زايد في ارضيه الملعب. احمد صديق، احمد صديق دخل منطقه الجزاء، يا سلام يا سلام يا سلام. احمد صديق في الدقيقه العاشره من الشوط الثاني او الدقيقه 55 من عمر اللقاء يغير الاداء ويضع اول اهداف اللقاء باللون الاصفر داخل شباك محمد عبد المنصف. ادي اهو بصوا حضراتكم بقى، جماهير الاسماعيلي مستنيه اللحظه دي، الاسماعيلاويه مستنيينها، ولكن حقهم يفرحوا والله. حماس من اول اللقاء يعني ما همدوش حقيقي جماهير الدراويش، واحمد صديق على طول يغير اتجاهه المره دي، مش بيمينه بقى بشماله على يمين عبد المنصف، زاويه صعبه جدا. اول اهداف اللقاء في الدقيقه 55 من عمر اللقاء او الدقيقه العاشره يضع احمد صديق، ولكن عدى كويس قوي من رامي عادل، حطها بشماله بالمقاس. مع عبد المنصف ما قدرش يعمل لها حاجه، هنا عدى من شريف رضا وضم تاني، ولكن رامي عادل بقى هو راح معاه في اللعبه على طول، غير اتجاهه الراجل ويضعها على يمين عبد المنصف. بصوا حضراتكم خلاص، ده راجل انفراد تقريبا مواجه تماما لمحمد عبد المنصف ودخل منطقه جزاء الجونه اهي عبد المنصف، ولكن والله كان رايح معاها، ولكن على طول تسكن الزاويه اليمنى لمرمى محمد عبد المنصف. لسه بقول لحضراتكم احمد صديق مع بدايه الشوط الثاني